منورين يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ ونقول الكلمتين اللي عايزين نقولهم، اللي هو مضمونهم إن الفتنة أشد من القتل. كلام يعني لو تعمقنا فيه وركزنا هنلاقي معانيه عميقة جدا. يعني إن أنت تسيب إنسان عايش، ولكن إنك تتكلم في حقه وتذمه، أو تتكلم عنه بالباطل، او تشوه سمعته او شكله، او يتقال عليه كلام من ورا ظهره، او انك مثلا تفضحه في حاجة معينة. اشكالها كتير يعني، ولكن اشد من القتل يعني انك تقتله وتاخد حياته. تخيل انت لما تسيبه عايش في الدنيا وانت عامل ده فيه، اذا كان هو عارف او من ورا ظهره. فطبعا يعني لو ركزنا في الكلام ده، وده مش كلامنا احنا يعني، ده كلام أديان سماوية يعني، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالكلام ده لازم نحطه في اعتبارنا يا جماعة. عشان كده يعني بلاش نتكلم على الفاضي وعلى المليان على غيرنا. يعني لو ضروري يعني قوي ومزنوقين، يبقى قدامه ونواجهه بصفة شخصية ومباشرة ومننا ليه. ويفضل ما يكونش في وجود حد اصلا تاني، لو احنا مش عايزين يعني نوسع الموضوع او نكبره، عشان الموضوع ممكن يتحل ببساطة ويبقى ملموم. لو لابد ندخل اطراف محايدة عشان نحاول برضو، ولكن ما عدا ذلك ما ينفعش. ومش رجولة او مش جدعنة اذا كان راجل او ست يعني، او ولد او بنت اللي بيعمل ده. فما ينفعش يا جماعة، ومش نصيحة. يعني انا ما بديش نصيحة ولا بقول يا جماعة الصح فين والغلط فين، ولكن هو اصلا ما ينفعش، لان اللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على غيرك يعني. وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والحافظ والحامي هو الله.